اهلا وسهلا بكم من جديد على القناه. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بخير وعلى خير في احسن الظروف، صحه جيده. بديت لكم الفيديو من هاد لاصالاد هادي ديال الروز الغنيه عن التعريف اللي كيحماق عليها الكبير والصغير. بالنسبه لوليداتي كيبغيوها غير بالطون والمايس والروز. نتوما ممكن انكم تضيفوا فيها فلفله الوان وتضيفوا فيها كخيزو محكوك بالحكاكه الغليظه، وتضيفوا الزيتون هكا خضر مقطع دوائر، وتضيفوا اضافات اخرى اللي كتعجبكم. راها كتجي زوينه بزاف. بالنسبه لولادي كيبغيو هكا غير الطون والذره والميس فقط. ايوا هنايا درنا فيخرات باش غادي نديروا واحد شويه ديال السوسيس والكفته مشويين في الغدا. هنايا من بعد ما وجدت الكفته درتها هكايا كويرات، كورتها ووجدتها، والسوسيس قطعته حيت تيكون هكايا مفتول، قطعته هكايا باش يجيني ساهل هكا في الشوا ديالو. وشعلت هنايا الفاخر. بصراحه الخوت ما كاينش محسن من الشوا على الفاخر، كيكون عنده واحد المذاق ديالو بوحدو، ماشي بحال شويه ديال الضوء اولا هكا في البلاك. كيجيني انا احسن حاجه هو على الفاخر، كتجي الكفته لذيذه. بالنسبه هنايا درت الكفته هي الاولى، وموراها عاد غادي ندير السوسيس. كيف ما تعرفوا السوسيس كيدير الدخان لان فيه الشحمه. وبالنسبه هكايا الشوا من الاحسن انه يتكال هكا سخون، فغنسبق ليهم هكايا الكفته هي الاولى ياكلوها ومع المقبلات، وعاد ندير السوسيس هو الاخر. هذه هي الطريقه اللي كنديرو دائما. بالنسبه للمقبلات اللي درت مع هذا الغداء، درت شلاضه مغربيه ودرت شويه ديال الزعلوك. ما شاركتهمش معكم باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف. كتعجبني انا دائما الكفته هكايا الا كانت مشويه يكون معها السلطه مغربيه ضروريه. والمساند الرسمي ديال الشوا ديما هو البطبوط الغني عن التعريف. كلشي المغاربه تيبغيو البطبوط مع الشوا. هنايا من بعد ما تشوات لي الكفيته هانتوما بديت كنحط، غادي نعطيها لهم هي الاولى ياكلوها، وعاد غادي ندير السوسيس ان شاء الله. واللي كتوحم تسمح ليا، المهم راه تنشارك معكم اليوميات ديالنا بالبساطه ديالها. كيف ما قلت لكم بالنسبه للسوسيس كيدير الدخان كتير هانتوما كيف ما تشوفوا. المهم كانت هذه الغديوه ديالنا. ما شاركتش معكم الطويله كامله لان كنحترم الناس اللي ما تيبغوش هكايا يبانوا هكايا معايا في القناه. صافي هادشي اللي كاين الخوت. من بعد ما تغدينا الحمد لله، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. درت هنايا الحريره للعشاء، حطيتها هكا طيب شويه بكري. الحريره ما شاركتهاش معاكم، كان عندي كلشي موجود. مطيشه كانت محكوكه في الكونجيلاتور، قطعت غير شويه ديال الكرافس والمعدنوس والقزبر والحمص كان عندي في الكونجيلاتور، هو اللي حدث ديجا. انا كنفزقهم وتنديرهم هكايا باش كنلقاهم موجودين. وطحنت واحد البصيله صافي، ودرت التوابل الملحه والبزار، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السمن صافي. وغادي نسد عليها دابا ونخليها كطيب على عافيه مهيله. بالنسبه للحريره حنا عزيزه علينا بزاف، واخا الحراره كنديروها دائما، نديروها 2 مرات في السيمانه، ومكرهناش نديروها حتى 3 المرات في السيمانه. كتعجبني كتعجب وليداتي. صافي الحريره خليتها كطيب. وهنايا كنوريكم واحد اللقطات من الكوزينه ديال الام ديالي، وان شاء الله شي نهار غندير لكم جوله فيها. اي حاجه كتشوفوها هنايا كل ركن عنده واحد الذكريات جميله مع الام ديالي الله يرحمها، والكوزينه ديالها خليناها كما هي، ما غيرنا فيها حتى شي حاجه. وهذا هو الركن ديال القهوه. احنا مبليين بالقهوه الحمد لله، كنحماقوا عليها، عزيزه عنا القهوه بزاف. وعندنا هاد الماكينه ديال الكابسول والماكينه الاخرى ديال الجروب. مهم ان شاء الله باذن الله شي مره غندير لكم جوله في الكوزينه كامله باش تشوفوها. صافي هنايا نخليها كطيب على عافيه مهيله. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره من بعد ما طابت. باقين كلشي خارجين، كاين غير انا بوحدي اللي كاينه في الدار. كبيت ليا هاد 2 سليفات باش يبردوا ليا، وحطيت شويه ديال التمر. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. جات زوينه واخا الحراره، واخا كيف ما قلت لكم الحال سخون. عزيزه عليا انا الحريره وعزيزه على ولادي. صافي غنخلي هاد الزليفات هكايا يبردوا وغادي نشربهم بصحه حتى نتوما عشاكم. وشكرا لكم على المشاهده ديالكم والمسانده ديالكم للقناه. شكرا لكم على الكلام الطيب اللي كتقولوه في حقي.
وشكرا لكل واحد اللي بقى معايا حتى هنا. بلا ما نوصيكم ما تنسوش ليا اللايك. الله يجازيكم بخير والله يحفظكم يا ربي. وانتم بغيت نوريكم الشكل النهائي. صدقت كفحت هكايا الحريره على التمر. المهم راه دائما الكواليس راه كيكون فيها واحد التعب. كان ما تنصوروا لكم هكا الفيديو كنصوروه عن حب، وكنبغيو حتى نتوما تعاونونا هكا باللايك ديالكم، بارطاج مع حبابكم، وتخليو لينا شي كلمه زوينه في التعاليق اللي كتشجعنا وتحفزنا باش نحطوا هكايا فيديو جديد. كنبغي نشكر الاخوات اللي عندهم القنوات اللي كيتفرجوا ليا. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. شكرا لكم على البارطاج، شكرا لكم على التعاليق الزوينه ديالكم. الله يكبر بكم كيف ما تتكبروا بيا. والناس جداد اللي عاد التحقوا بالقناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. الدار داركم، وانا راه الاشاره ديالكم غادي تلقاو غير ما يفيد. صافي الخوت كيف ما شفتوا. صافي غادي نخلي هاد الزليفه يبردوا ليا وغادي نتعشى. وان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي نشارك معكم بزاف ديال الفيديوهات اللي انا ديجا مسجلاهم. باش غادي نخوي التليفون ان شاء الله ونبدا معكم اليوميات ديالي اولا الروتين جديد ديال البدايه ديال الدراسه ان شاء الله الى حيانا الله سبحانه وتعالى. وقولوا لي الخوت واش باقيين عندكم مغيرفات هكايا في البيوت ديالكم. انايا في الدار ديالي ما عنديش، ولكن هنايا في الدار ديال والدي الله يرحمهم عندنا المغارف موجودين. كانت عندنا ضروري حنايا هكايا الحريره او الحسوه ولا كنشربوها هكا بالمغرف. واش حتى نتوما باقي عندكم هاد العاده ولا تقطعات حتى نتوما مع الوالدين؟ المهم اللي باقي عنده هاد العاده يخليها لي هكايا في التعاليق. كيف العاده ما سخيتش بكم الخوت. نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم الفيديو، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد وتكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله. ما بقى لي الا نقول لكم بسلامه عليكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم ويحفظ كل عزيز وغالي عندكم. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.